اجتني هدية من وكالة ماكينات موزر وويل في الأردن من الوكيل الحصري السيد فراس الفارس، وجه له تحية بسبب الفيديو اللي نشرته بخصوص ماكينة موزر. شرحنا فيه عن بعض المشاكل، في ناس كثير بتواجه مشاكل في ماكينة الموزر. شرحنا عن طريقة معالجة المشاكل وطريقة التعامل مع الماكينة وكيف تحافظ على الماكينة وكيف تزيتها. حكينا عن مواضيع كثيرة من خلال الفيديوهات اللي ننزلها، ولكن أحد الفيديوهات وصل للسيد فراس الفارس الوكيل في الأردن، فتواصل معي وبعث لي دعوة على الوكالة وأعطوني هاي الهدية اللي هي ماكينة موزر الشحن. خلونا نفتحها هسه ونشوفها مع بعض. أنا بصراحة أول مرة بتمر علي ماكينة الموزر الشحن. طبعا كنا بنعرف ماكينة الموزر اللي هي الكبيرة اللي كنا بنعرفها، أما ماكينة الشحن هي طبعا لما رحت على الوكالة تفاجأت إنه في كمية كبيرة من الماكينات الشحن الصغيرة للموزر. ما مروا علي بصراحة، أول مرة يعني بشوف. والله شيء فخم بصراحة، بعدين وزنها خفيف. والله شيء حلو. خلينا نشوف المشاط. بعدين الحلو فيها انه بيجي معها كل المشاط. الماكينة الكبيرة بيجي معها بس مشطل واحد. هاي مشطل واحد 3 مل. هاي واحد حلو. هاي مشطل 3 9 مل. مرقمات بالميلي وبالانش. بالانش اللي هو 3.8، ورقم 3 اللي كلنا بنعرفه يعني عشان ما حدا يخربط. كم نمرة 4 صح؟ لنمرة 4 1 و2 و3 و4، ومشط النص اللي هو على الماكينة نفسه. بعدين الماكينة في الماكينة الكبيرة كثير ناس بتواجه فيها مشاكل انه السلك بيقطع، خاصة الحلاقين. السلك من عند الماكينة كثر الاستخدام بصير يقطع. هاي ماكينة شحن وزنها اخف. بعدين تقدر تخليها شابكها دايرك سلك، وتقدر تشيلها تخليها شحن. يعني اذا ما فيها شحن تشبكها دايرك بتصير. هاي الماكينة الكل بنعرفها، ماكينة الموزر السلك. السلك بيظل يقطع من عند الماكينة مثل ما حكينا. طبعا كحلاقين الكل بيواجه نفس المشكلة بعد فترة من الاستخدام. كاستخدام شخصي ممتازة جدا، ما بتقطع، ما بتوصل معك للتقطيع لأنه ما بتستخدمها بشكل يومي. فأنت إذا بتواجه مشكلة وعندك السلك بيظل يقطع، جيب ماكينة الشحن. كوزن أخف، كأنعم. هي يعني تحسها شوي ثقيلة وكبيرة. هي حبتها ناعمة هيك بتجي. وزنها خفيف لأنه هاي فيها ترانس، هاي فيها بطارية، فهذا هو اللي بيعطي الوزن الأثقل. وهي تقدر تشبكها دايرك سلك وتشتغل، وتقدر تظلك على الشحن. بصراحة كثير عجبتني أنا، فهسه بدي أشوف على الشغل إن شاء الله يكون شغلها حلو مثل شكلها. بصراحة كتصميم، كوزن، كجودة ممتازة جدا. كفكرة انه سلك وشحن ممتازة جدا. كفكرة انه مشاطها كاملة بيجي معها من غير ما تحتاج انك تشتري مشاط مثل ماكينة الموزر الكبيرة. كمان فكرة جديدة وممتازة جدا. فظل الشغل خلينا نشتغل فيها وبتبين معنا اكثر. طبعا هاي النمرة 2 اللي هي 6 مل. بسم الله. انا طبعا حاط السلك لحتى اجرب بسلك ومن غير سلك. ممتازة جدا. طبعا مع سلك تعطيك شوية هيك يكون في وزن لأنه في سلك. فخلينا نشيل السلك ونجرب. ناخذ نمرة 1. أبدا نفس ماكينة الول، تقريبا نفس الوزن. ماكينة الول أثقل شوي بس تقريبا والله نفس الوزن، ما في مقارنة. هو تقريبا هم مسوين اشي قريب لماكينة الول. طبعا ماكينة الول والموزر نفس الشركة. هاي معلومة يمكن أول مرة بتعرفوها، أنا عرفتها جديد يعني. ماكينة الول هي الشركة الأم لماكينة موزر. كمل يا عمي، بعد الألماني والأمريكي ما في، ولا تقول لي الصيني ولا تقول لي غيره. حلو. خلينا نجرب مشط النص.
حلو. ممتازة جدا. خلينا نجرب الزيرو تحديد عشان اعطيكم رأيي كامل. يعني انت هون بالتحديد ما بتحتاج لماكينة صغيرة لانه هي بتحدد. بصراحة جدا ممتازة، عجبتني كثير. بنصح فيها لكل الحلاقين انه اللي بده يشتغل متعود على الموزر جيب الماكينة الشحن هاي، جدا ممتازة.